سلام البنات، شلا تكونوا بخير وعلى خير. وش راكم؟ كيف راكم مع رمضان؟ اليوم جبت لكم اروع وصفه سلطه الفواكه المنعشه. البنات نبدلوا شويه، خلينا من تحليات هذوك الحلوين وكامل. راح نديروا واحد السلطه دو فروي بزاف بزاف تفاجئ على القلب وبزاف منعشه وهايله. تحتاجوا حبات من الفاكهه حسب يعني العائله تاعكم. ما تحتاجوش بزاف، 3 حبات بنان، 2 حبات تفاح، شويه فراز وكامل. يعني واش متوفر عندكم شويه اناناس تقدروا ديروا اروع سلطه فواكه. نروح نقطعوا الفواكه ديالنا قطع صغيره. كيما هنايا بديت بالبنان نقطع فيه شرائح صغيره. من بعد البنات تحتاجوا تاني هنايا في هذه المرحله تحتاجوا القارص. لازم تكون متوفرة عندكم حبة من الليمون. كيما على بالكم البنان جوست تقطعوه راح يكحل معاكم، الوغ البنات جوست تقطعوه هو والتفاح. رايحين ديروا له رشه من القارص هكا باش تضمنوا يبقى اللون ديالو كيما راه، يعني ما يكحلش كامل معاكم. والله يا البنات انا هاد سلطه الفواكه نحبها بزاف بزاف باسكو تفاجئ كيما قلت لكم على القلب. وبزاف شغل شتو مع الواحد صايم وكامل راح يكون ناشف، راح تبرد لكم قلوبكم هاد السلطه. يعني جربوها البنات على بالي تعجبكم بزاف. نجوزو دوكا نقطعوا الفراز ديالنا قطع صغيره. ديروش قطع تكون كبيره بزاف، من الاحسن ديروها قطع تكون متوسطه ماشي صغيره وماشي كبيره باش من بعد يجي الشكل ديالها شباب هذيك سلطه. منكملوا نقطعوا هذوك الفواكه ديالنا كامل. راح نخدموا واحد لاصوص البنات بزاف بزاف هايله نديروها في هاد الفواكه. وهذيك لاصوص راح تكون فيها القرفه وبزاف بزاف هايله. البنات تبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا لاصوص كيفاش خدمناها وكيف كملنا سلطه الفواكه ديالنا. باسكو هذيك الماء يعني لاصوص اللي نديروها هي اللي راح تعطي النكهه البنينه لهذوك الفواكه. هنا خياتي بعد ما تقطعوا التفاح كيما قلت لكم نصيحه لازم جوست تقطعوا التفاح راح ديروا العصره هذيك تاع القارص وكتروا شويه باش ما يكحلش معاكم هو والبنان. نعاود لكم يعني كي تقطعوا الموز وكي تقطعوا التفاح لازم عليكم ديروا رشه هذيك تاع القارص يعني اجباريه باش السلطه ديالكم ما تكحلش. باسكو لو كان ما ديروش القارص جوست رايحين تقطعوهم منا راح يكحلوا معاكم منا. وهنا درت حبه من الكيوي اللي كنت قطعتها تاني شرائح صغيره. ومن بعد راح نكمل كامل الفاكهه اللي عندي البنان والتفاح والفراز هذوك اللي بقاو لي. ونجوزو نقطعوا الاناناس تاني قطع صغيره. بالنسبه للاناناس هذاك الماء ديالو تاني نحتاجوه نديرو نصف منه في سلطه الفواكه وراح يعطي نكهه هايله. هذاك الماء تاع الاناناس راح يعطي واحد الذوق لهاد السلطه ما تخيلوش البنات شحال بنينه. شوفوا خياتي الالوان تاع الفاكهه شحال يعني بزاف بزاف شابه. قد ما درتوا الوان مختلفه تاع فواكه قد ما جاتكم السلطه ديالكم شابه بزاف، من في الذوق راح تجيكم بنينه. يعني كي ديري الفراز مع البنان مع التفاح مع الكيوي مع الاناناس هادو كامل يعني كل واحد والنكهه ديالو، كل واحد والبنه تاعو او ميم طون كل واحد والشكل ديالو واللون ديالو. يعني العين كيما نقولوا تاكل قبل الفم وقبل الكرش. الوغ البنات لازم نشوفوا حاجه شابه باش نستبنوها يعني كي نكونوا رايحين ناكلوها. وتاني خياتي حاجه نقولها لكم ماشي لازم ديروا كيما درت انا باغيزون درت كيوي درت اناناس. تي ماشي متوفر عندك ما نديرش كيوي ما نديرش اناناس، دير تفاح ندير بنان ندير الفخاز دير تشينا اي حاجه متوفره عندك. كيما يقولوا جد بالموجود باش تروحي تكلفي روحك وديري حوايج ماشي متوفرين عندكم. ميم لا كونتيتي البنات لا كنتو يعني غير في شويه ماشي شرط ديري 3 حبات تفاح و3 حبات بنان، ديري فقط 2 ديري حبه واش متوفر عندك تقدري ديري اروع سلطه فواكه. يعني تقدري ديري حبه بنان 3 تفاح 3 تشينا 4 تشينا باسكو يعني وقت تشينا متوفره نكتر تشينا ونقص الحوايج الاخرين عادي وراح تجيكم تاني هايله البنات. يعني صدقوني ماشي شرط ديروا كيما درت لكم انا فقط حبيت درتها كيما انا واش متوفر عندي انا. دوكا كل واحد واش متوفر عنده. هنا خياتي نروح نقطع الاناناس ديالي تاني شرائح صغيره. كما قلت لكم يعني الا كان متوفر عندكم الاناناس من الاحسن ديروا هذاك الجو ديالو راح يجي بزاف هايل. ديروا النصف فقط والنصف الاخر خبيو به الاناناس ديالكم اللي متبقي عندكم. من بعد خياتي ما نكمل الاناناس ديالي كامل نحتاجو القليل من الزبيب. لا كان متوفر عندكم يعني الوان مختلفه باغ الكحل والاصفر والاحمر خلطوا ديروا القليل من الكحل قليل من الصفر قليل من الاحمر وكامل. انا متوفر عندي الكحل والاصفر درت القليل من الكحل وقليل من الاصفر هذاك وراح ندير له المزهر.
راح نشمخو بالمزهر ونخليه حتى مده واحد ربع ساعه ولا حتى يطرى مليح معايا هذاك الزبيب. بعد ما يطرى مليح معايا راح نخلطو في هاد السلطه ديالي. من جهه واحده اخرى نحتاجو ملعقه تكون صغيره تاع القرفه، وراح نخلطها مع سلطه الفواكه. القرفه راح تعطي واحد النكهه بزاف بزاف هايله. البنات صدقوني هايله هاد الوصفه، جربوها وعلى بالي راح تعجبكم وتعاودوا تدعيو لي بالخير. ونحتاجو تاني القليل من السكر كما شفتوني اني درت قريب عصره تاع حبه قارص كامله. الوغ البنات نحتاجو 3 ملاعق ولا 4، صدي نتوما كيفاش حابينها، لكم حابينها حلوه بزاف لا حابينها متوسطه. انا فقط درت 3 ملاعق على حساب لا كونتيتي هذه اللي درتها. من بعد راح ندير الماء هذاك تاع المزهر اللي درته ونخلط الزبيب ديالي ونكمل نخلط سلطه الفواكه هذه كامل، يعني نخلط هذوك الفواكه اللي قطعتهم مليح حتى يتجانس هذاك المزهر اللي درته والقرفه اللي درتها والسكر تاني يتخلط مليح مع الفواكه هذوك، وتكون جاهزه معنا سلطه الفواكه. شفتوا البنات بزاف بزاف هايله، بزاف سهله وسيرتو بزاف بنينه. اكدوا لي البنات على البنه والانتعاش. كيما على بالكم الواحد صايم يحب حاجه تفاجئ على قلبه، حاجه يعني تكون منعشه وسيرتو حاجه فيها الليمون، يعني بزاف بزاف هايله البنات. ودوكا البنات نخليكم تشوفوا يعني شكلها الاخير كيفاش كانت، وان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه. جربوها البنات بهذه الطريقه على بالي راح تعجبكم، وخليوها تبرد مليح مليح معاكم من بعد قدموها في سهرات ديالكم، سهرات رمضانيه. واللي يحب يسحر بحاجه خفيفه تقدروا حتى تسحروا بها، راح تجيكم هايله البنات تفاجئ على قلوبكم. وهذا هو شكلها الاخير. ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه، وان شاء الله جربوها بهذه الطريقه وتعاودوا تقولوا لي رايكم فيها. البنات نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وفي وصفه واحده اخرى. بالنسبه للبنات اللي اول مره يشوفوا قناتي من فضلكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات، وخليوا لي اكبر عدد من الاعجاب. سلامه حبيباتي.